السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم طبعا عبد الرحمن محمد، ودي قناتنا، فمتنساش تدعمونا باللايك والمتابعة. واحنا اسفين على الغيبة الطويلة دي، وبإذن الله نرجع لكم ونقدم محتوى بإذن الله يعجبكم أكيد. يعني اسفين على الغيبة الطويلة اللي احنا غبناها دي، ودي كانت حاجة بصراحة خارج إرادتنا. فبإذن الله عودة حميدة، ونقدم محتوى حلو، وبإذن الله نبدأ في الدوريات الأوروبية، مش في الدوري المصري بس، مش في الزمالك بس. إن شاء الله نبدأ نحلل مباريات كبيرة، مباريات دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أوروبا. يعني بإذن الله اللي جاي أحسن. بس أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك والمتابعة عشان نستمر بإذن الله في عمل الفيديوهات. وبإذن الله دعمونا بلايك ومتابعة. ويلا بينا نشوف كده، كنا نتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية. طبعا كلنا سمعنا مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية. مباراة كانت متوسطة جدا بالنسبة لنادي الزمالك بسبب الغيابات المؤثرة في الفريق. أكيد كان في بعض الأخطاء التكتيكية الواضحة في المباراة بسبب الغيابات أكيد. مباراة الزمالك والمصري كانت متكافئة بين الفريقين. المصري في شوط المباراة الأول كان متقدم على الزمالك شوية، لكن باقي معظم أوقات المباراة كان الزمالك فيها هو اللي متقدم وهو اللي مسيطر على المباراة بالكامل. معتمد جمال كان واضح جدا انه تكتيكيا كان خايف من الغيابات اللي هي المؤثرة على الفريق. بدأ المباراة بشكل متحفظ جدا، وكان بيعتمد على الهجمات المرتدة في معظم أوقات المباراة. كان في طبعا ظهور مميز للناشئ محمد إبراهيم، وعودة أكيد مهمة لمحمد السيد ناشئ نادي الزمالك، وأحمد حمدي اللي ظهروا بأداء مميز. وكان في بعض الإضافات للفريق، شيكوبانزا والجزيري بأداء باهت جدا. مفيش أي جديد، متعرفش تحلل مستواهم هو عامل ازاي، ولا ازاي بيلعبوا بالشكل وبالأداء السيء ده. بزيرة مازال برضو مستواه باهت جدا على مستوى إنهاء الفرص. أنا بقول إن ده تعادل عادل جدا، ونتمنى تحسن الأداء مع عودة الغيابات اللي أكيد كانت مؤثرة على مستوى نادي الزمالك. بإذن الله نتمنى المباراة الجاية يكون في تحسن وفي تفوق نادي الزمالك، وانتظرنا في فيديوهات جاية بإذن الله. ومنساش تدعمونا باللايك وبالمتابعة، وبإذن الله عودة حميدة. والسلام عليكم.